انا زودت عليه حاجتين، زودت عليه الاسامبشنز وزودت عليه الدليفري ريت اللي هو الدليفرد اوردر. طيب تعالى نقول مثلا الدليفري ريت، لو هنتكلم في كيس زي كده بنتكلم في 60%، فهنحط هنا الدليفري ريت 60%. هنقول ان الريتيل برايس، تعالى نعدل بقى في الحاجات دي، تعالى نقول الريتيل برايس الراجل ده بيبيعه مثلا ب$69، فده الريتيل برايس. الحاجة الكوجز مش 45، لا دي الكوجز ممكن تكون 40%. ف لا الكوجز كده 60، نعكس تعال نقول له 60، فتقريبا 27. لأ الكوجز بتاعتنا تقريبا 50، تعال نحطها 50. أنا آسف العكس معلش، تعال نقول إن الكوجز بتاعتنا 35. وأنا ليه في حاجة غريبة؟ طيب 70 تمام معلش. بروفيت بتاعنا 70، بروفيت بتاعنا 70. يبقى الكوجز بتاعتنا بقت $20 من ال69، دي الحسبة بتاعتنا مظبوطة. طيب وبعد كده تعالى يبقى احنا كده التوب اب بتاعنا عبارة عن $48. طبعا انا مش محاسب سعر التكلفة بتاعة الشحن، كده كده لسه احنا ما اتكلمناش عليها. طيب يبقى انا كده لو بوصل، لو عملت دفعت $10 اعلانات، هيجي لي ديليفرد اوردر مانثلي اوردر 90 اوردر، اللي هيوصل منهم زي ما قلنا 60%، فيبقى 54 بس اللي هيوصل. التوتال جي ام في بتاعنا كذا. الديليفرد خلاص حسبنا بقى فيه ديليفرد جي ام في، بقى عندنا جروس بروفيت، بقى عندنا نت بروفيت، فاحنا كل $10 هنصرفها يوميا يعني $300 شهريا، هيجي لنا نت بروفيت $1500. كده كسبانه كسبانه. فيها نقطة ان هو كمان قال لك انا زودت كمان الحتة دي projected CPP cost per purchase، المفروض ما نزيدش عن $5.50 عشان تبقى مكيتة معانا. طبعا لو احنا قللنا السي بي بي طبعا البروفيت هيزيد، فدي تبقى عندكم، بس هي كده المعادلة بقت مظبوطة بالشكل ده. طيب خلينا كده نرجع تاني الشيت بتاعنا، فاحنا عملنا الماركت اناليسيس بتاعتنا، رحنا شفنا الكالك شيت بتاعنا، فقلنا لقينا ان هي كسبانه، فكده تمام نقدر نبتدي نشتغل في الستور بتاعنا او نبتدي ننشئ الستور بتاعنا او الكيان بتاعنا. كويس، الحته دي مفهومه؟ حد عنده اي سؤال او استفسار ممكن يسيبها لي في بوست او يكلمني دايركت وخلينا نحلها سوا. بس انا كده بمشي فيها بريفلي علشان الموضوع ده انا عايزه يبقى كيس ستادي لكل واحد. انا هوريكم المره الجايه ان شاء الله كيس انا مشيت فيها بكل الخطوات دي وطلعنا ستور، وهو ده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله اعلانات فيما بعد باذن الله. طيب دلوقتي عندنا بقى الدور بتاع ان احنا انيشيت البيزنس نيم بتاعنا، ان احنا نجيب النيم والسلوجان، وان احنا نختار السوشيال ميديا، نشوف الدومين نيم والسوشيال ميديا بتاعتنا. طيب في حاجه لطيفه بستخدمها، في حاجه اسمها لوكا. لو دخلنا على لوكا ده بيزنس نيم جنريتور، فمثلا انا عايز جادجت، دي كلمه انا بحبها، جاد جد. ممكن نكتب كمان تشارجر، تشارجرز. ممكن كمان نكتب وايرلس، وايرلس. تمام، فدي كلها كي ووردز نقدر نشتغل عليها. اقول له جنريت، فيبتدي جنريت نيمز لطيفه، ليه موبيليا، مودمست، مش عارف ايه، كل الكلام ده هو اختاره. طيب تعالى نقول له يا باشا اللينس بتاعنا احنا عايزين كمان نقلل الكاركترز، فبيبتدي يقلل الكاركترز. عايزين نزود الكاركترز براحتنا فنزودها. دي invented name. عندنا compound names كلمتين ورا بعضيهم، راوترز راوتر، تشارجر كور، جادجت بيز. حلو ده. تعالى نشوف جادجت بيز ده، فلو دوسنا على جادجت بيز ناخد الاسم ده كده كده، ده عجبني. هو لسه بيدور، هو بيدور على الدومين دلوقتي وبيدور على البدائل بتاعته، فحلو جدا رايق. تعالى نشوف كمان شوبيفاي ممكن يطلع لنا اسماء، فتعالى نطلع شوبيفاي. عنده كده جنريتور كويس، حلو جدا. عنده كمان بقى اي اي، فنقول له يا باشا جاد جيتس، جادجتس، وايرلس تشارجر مثلا. ليتس جو، هو انا كده كده صح ولا غلط؟ خلينا نشوف. تمام. فولت ويف، جادجت بالز، باور جيزمو،
باور بيم، حلو باور بيم ده. جادجيتيفاي جروب، جادجيتيفاي، واو، الله حبيته، حلو جدا. فدي اسماء نقدر نشتغل عليها. طيب تعالى نشوف اخر واحد، نملكس. نملكس برضو بيجنريت جاد جيتس. تعالى نشوف جادجت من غير اي حاجة. select name style، ده بيكريت ال randomness. لا، نملكس، تعالى يا باشا، معلش انت انا كاتب الدومين غلط. نملكس business name generator، ماشي. AI auto، تمام، يلا بينا. مش عارف، ده direct name indirect less random medium، يلا. gadget اي، ماشي تمام. يلا بينا. هو كده بيتشيك النيم بتاعنا ويشوف الكلمات المناسبة. وكمان عمل لها لوجو، تك جرو، هاي تك، مش عارف، دريم، جيزمو كمان. رايق والله. طبعا كل دي افكار نقدر ناخدها ونشتغل بيها. طيب تعالى نشورت ليست. احنا اخترنا ايه؟ جادجت بيز، واخترنا كمان الناحية التانية دريم جيزمو، جادجيتيفاي، جادجيتيفاي. طيب تعالى نشوف بقى الاسماء دي كلها موجودة ولا مش موجودة. فتعالى نفتح ده كده، ونفتح ده كده، وكمان نفتح ده كده علشان نبتدي نشوف الكلام ده متاح ولا مش متاح. تعالى يا باشا، جاد جي تي فاي نوت روبوت. طبعا بتطلع دي لما بستخدم دايما الفي بي ان. جاد جي تي فاي دوت كوم متاخد، دوت نت متاخد، دوت مي، دوت انفو. الله ينكد عليكم. تعال نشيك اليوزر نيمز. كل السوشيال ميديا متاخده جامد، الا تيك توك يعني. فتمام، فكده تشيكيت على الاس. طيب احنا تعالى، احنا قلنا ايه تاني؟ عندنا جادجت بيز. تعالى جادجت بيز جنريت، وريني كده يا باشا. يا عم جنريت، هيطلع لي نيم ده. تمام اهي. طلع لي كمان ال الاسماء اللي تنفع الانستا، اللي هي كمان بالاندرسكور، بيزود كلمة قبلها كلمة بعدها، الكلام ده كله ده حلو. تمام. تعالى كمان ده كده نقول له ده بيزنس. تعالى سيرش. عايزين نشوف جادجت بيز ده موجود ولا مش موجود. جادجت بيز هو بيدور على السوشيال ميديا، فيسبوك ويوتيوب وتويتر انستجرام، وبعد كده تيك توك وبنترست وريدت وسناب شات واتسي وباتريون وسبوتيفاي. بيدور في كله. ده من ضمن الحاجات. في برضو حاجة أنا بستخدمها زي انستنت دومين سيرش. لو دخلنا عليه برضو كتبنا هيطلع وبرضو ان هو انستنت يعني بيز، فبيطلع لك ده متاح ولا مش متاح، ويبتدي يطلع لك كمان اقتراحات تانية باكستنشنز تانية. جاد جي تي فاي، تي فاي، لا مش مصدق، لا انا كاتبها غلط. جاد جيت، ماشي كاتبها غلط. جاد تي فاي، طبعا كاتبها غلط. انا كنت دلوقتي قلبي هيقف، بس تمام الحمد لله. طيب يبقى انا كده اقدر خلاص اخترت الاسم. اتشيكيت على السوشيال ميديا، اروح اجيب الدومين. هوريكم كمان ان شاء الله. لما استقر على اسم، انا محتاج اختار اسم عشان خلاص انا هنشتغل في وايرلس تشارجر. فهجيب الاسم، هسجله كدومين، هعمل السوشيال ميديا، ونبتدي نشتغل عليه. طيب المطلوب من حضراتكم ان كل واحد هيعمل الاناليسيز اللي انا عملتها النهارده بشكل بسيط، يعملها بشكل ديب. يبص على البرودكتس اللي عايز يشتغل عليها، يبص على الدول. ابعتوا لي لو انتوا عايزين ليد فوكس ريبورت منه معين على بلد او برودكت معين، اقدر اطلعها لكم. يلا بينا المره الجايه. مستني من كل واحد يكون مختار النيش بتاعه، مختار الدومين نيم، مختار الاسم بتاع الشركه، وهنشتغل على طول باذن الله مع بعض. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في السيشن الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.